متوسط رواتب العمال هنا في ايطاليا من كام لكام؟ دي بتختلف حسب كل شغل للتاني، يعني مثلا كشغل ايه بالظبط يعني. المعمار مثلا يوميات الصناعيه. هو انا ما اشتغلتش في المعمار، بس عندي خلفية الاصدقاء اللي بيشتغلوا في المعمار. ممكن يومية الصنايعي ممكن 80 يورو، 90 يورو، 100 يورو، حاجة زي كده. وممكن اللي هو العادي 50 يورو. اللي هو العامل يعني. العامل 50 60، لكن الصنايعي ممكن توصل ل 100 110. بس صنايعي بقى مش عامل، يعني صنايعي هو بيشيل الشغل وعارف هو بيعمل ايه، وتحت منه حد عامل يعني. طب بالنسبه لرواتب المطاعم هنا اللي هو القانوني اللي يجي يشتغل قانوني على ساعات عمل قانوني من كام لكام؟ الرواتب المطاعم برضه حسب، لان الشغل هنا في ايطاليا بالساعه مش باليوميه. هو المعمار قلت لك يوميه لان معظم الناس بيشتغلوا باليوميات، لكن المطاعم بيشتغلوا بالساعه. فمتوسط الساعه ممكن 8 يورو 9 يورو. لو انت صنايعي بقى بتاخد 12 13، حسب برضه اتفاقك بينه وبين. بص، اي شغل في ايطاليا بقى حسب الاتفاق. اي شغل في ايطاليا انا صاحب الشغل بقول لك هديك 7 هديك 8، ده حسب الاتفاق. هو ما فيش راتب ثابت. هو الثابت اللي هو الشغل مثلا زي دكتور، مهندس، الشغل اللي هو الوظيفه. لكن اي شغل تاني في ايطاليا ما هوش ثابت، بقى حسب بينك وبين صاحب الشغل الاتفاق الساعه بكام. متوسط المصروفات الشهريه للعامل العادي او المغترب المصري هنا، متوسط اكله وشربه وسكنه كام في الشهر بدون السجاير؟ يعني كانه مش مدخن. هو متوسط السكنات عامه لو عيش في ميلانو بقى ب 300 يورو باين الايجار. انا مش عندي. هو السرير ولا ايه؟ مش فاهم. السرير. تمام. وممكن البني ادم ده بقى حسب، في بني ادم يعني بياكل. هنتكلم متوسط. هو المتوسط ممكن الشخص يصرف له 600 يورو في الشهر يعني. ده غير الايجار. ده غير الايجار. لا، 600 بالايجار لو هو بياكل يعني هيعيش بقى عيشه اقتصاديه. لكن لو انت مثلا هتعيش عيشه ابن يعني، هتعيش بقى ان دي بلدك بقى ومش هتوفر وكانت تصرف لك 1000 يعني. تحب تقول ايه للشباب المصريين اللي هنا؟ نصيحة منك للشباب اللي في منهم كتير جدا عمل مشاكل الفترة اللي فاتت بتسيء لسمعة مصر. انا النصيحه يعني انت تيجي تشتغل وتسكت. شوف شنطه مش هجيبها الكلام. انا يعني قول بقى تاني، نصيحتك ايه للشباب؟ انا نصيحتي والله لاي حد يجي هنا لازم أن يكون حاطط قبل اي حاجه ان هو جاي هنا غربه واليوم محسوب عليه، وانك لازم تراعي ربنا في كل حاجه انت بتعملها هنا في البلد دي، لان البلد دي منفتحه زياده عن اللزوم في كل حاجه. ولو بتعمل اي حاجه مفيش حد بيحاسبك عليها، اللي بيحاسب بقى ربنا هنا. فيا ريت كل واحد يجي هنا، والله العظيم نصيحه، يشوف هو عاوز ايه ويعمله. وهنا سهل جدا تنجح على فكره. في ايطاليا سهل تنجح. يعني المجالات كلها مفتوحة هنا. هنا في ايطاليا سهل غير تنجح، فرنسا. سهل. انت بس اتكلم ايطالي وهتنجح. بس كده. اتكلم ايطالي. عايز تنجح هنا في ايطاليا اتكلم ايطالي. صدقني والله العظيم ربنا يكرمك وربنا يفتحها عليك. اتعلم ايطالي. شكرا جدا يا أسامة. حبيبي شكرا للقاء الجميل ده. صدفة سعيدة. وحليم شخص محترم، وانا بحب اشوف فيديوهاتك، وانت على راسي. منور ميلانو، ومستنيين كل الفيديوهات بتاعتك الجديدة في ميلانو. ان شاء الله. تسلم لي حبيبي يا حليم. السلام عليكم. حبيبي نورتنا يا باشا. شكرا للمصور الجميل. محارب.